الشيخ قال للفنان قول الاسم قول الاسم بسرعة. راح ناطق الفنان بصوت غريب ومرعب جدا وقال اهلا بيكم يا اصحابي في فيديو جديد. معاكم احمد موسى. النهارده هنتكلم عن قصه حقيقيه ومرعبه عاشها الفنان الكبير جدا اللي غنى عن التعريف، الفنان صلاح عبد الله، اللي دايما بيبهرنا بادائه التمثيلي. كل مسلسل او عمل فني بيشارك فيه مكتوب عليه النجاح عشان ممثل مجتهد جدا. بس النهارده الحكايه اللي هنقولها مش عن مشواره الفني، دي حكايه عن تجربته الشخصيه لما حصل له مس واتلبسه جني، ومعرفش الكلام ده غير لما شافه احد المشايخ بالصدفه وكشف عليه، وكانت المفاجأة. بس قبل ما نبدأ اتأكد انك مشترك في القناة عشان يوصل لك كل جديد. يلا بينا نشوف ونعيش مع بعض قصة من القصص اللي ممكن تغير نظرتنا للأمور حوالينا. استعدوا وخليكم معانا. بيبدأ الفنان حكايته بيقول صديق ليا من الوسط الفني بدون ذكر أسماء كان سمع عن أحد المشايخ المشهورين جدا، بيقول قد إيه هو شاطر في اكتشاف الأسحار والحاجات دي. وقال للفنان صلاح عبد الله إيه رأيك لما تيجي تكشف معايا، يمكن يكون عندك حاجة. فبيقول الفنان الكلام ده أنا مش مؤمن بيه خالص، وما كنتش حاطط في راسي نهائيا ان ممكن يحصل له الحاجات دي. فقال لصديقه ما عندوش مشكله وحب يخوض التجربه، وقال لصاحبه مفيش مشكله يلا بينا نزور الشيخ. وصاحب الفنان بيقول واحد زميلنا كذلك كان عنده عمل وحياته متلخبطه خالص، زار الشيخ ده بفضل الله ثم الشيخ بقى تمام. لما شال عنه الاعمال دي الشيخ سمعته حلوه. يلا بينا يا عم صلاح نجرب بقى مش هنخسر حاجه. وبيقول لي الفنان صلاح عبد الله اتفقت انا وصاحبي وقلت له لو حابب تجيب زمايلنا يكشفوا كمان مفيش مشكله. قلت له على ميعاد معين عشان نزور الشيخ. المهم مر كام يوم وبيقول لي الفنان اتجمعنا انا وزمايلي وكنا مستنيين الشيخ بره كأنها غرفة استقبال، وشريحة كبيرة من زمايلي اللي من الوسط الفني كانوا موجودين. المهم دخلنا أنا وصديقي وقلت له جرب أنت الأول. الشيخ كان شكله عادي خالص وراجل بيعمل كده مش دجال ولا حاجة. وبقول لي الفنان صلاح عبد الله الشيخ بدأ يقرأ قرآن وحاجات كده في سره. بعدها الشيخ لقيته بيقول لصاحبي ارفع ايدك ارفع ايدك ارفع ايدك، حرك راسك، اعمل كذا. المهم صاحبي ما استجابش نهائيا للشيخ وكان ثابت وما استجابش للشيخ. فقال له الشيخ انت نضيف مفيش فيك حاجه. وبيحكي الفنان انا لقيت نفسي بعرق ومتوتر كده وطالع بره لحد ما يخلص صاحبي. وبقول الفنان مر شويه وقت وبعدها واحد تاني دخل وطلعوا قالوا الحمد لله مفيش اي حاجه. المهم جه دور الفنان صلاح عبد الله وبدا الشيخ يقرا القران في سره. وبعد شويه قال للفنان ارفع ايدك ارفع ايدك لفوق. الفنان فضل متماسك وبيبص للشيخ وما كانش بينفذ الاوامر اللي بيطلبها منه. والشيخ بيقول له ارفع ايدك، حرك راسك، اعمل سوي، ومفيش استجابه. ومره واحده بيقول الفنان صلاح عبد الله والله العظيم لقيت الشيخ بيزعق فيا وبيقول ارفع ايدك ارفع. وكل ده انا فاهم ان ايديا جنبي وما كنتش بنفذ اوامر الشيخ. وبيحكي الفنان انه لمح بطرف عينه وايده اليمين مرفوعه والشيخ قاعد يقول له ارفع كمان وايده بترفع. وقال له الشيخ ارفع راسك. الامر فح وفضل ينفذ كل الاوامر اللي الشيخ بيطلبها منه. وبيقول الفنان انا كل ده واعي وحاسس بألم في ايدي بسبب رفعة الايد بس مش قادر اتحكم في جسمي. وكان شعور غريب جدا. وفجأة قال الشيخ انت فين في راسه؟ معرفش كان بيكلم مين. طب يطلع من راسه يلا. وبيحكي الفنان لقيت ايديا الاتنين شغالين ضرب في راسي ضرب بقوة مهولة وانا مش قادر اتحكم فيها نهائيا بس حاسس بالضرب. وبعد شوية لقيت الشيخ بيقول وانت في قلبه. بيقول الفنان فضلت اضرب ناحية القلب على صدري كده ضرب قوة وحسيت مرة واحدة ان جسمي بقى خفيف. وزمايلي الفنانين اللي كانوا معايا لقيتهم قاعدين يعيطوا وزعلانين على اللي بيحصل فيا. بيقولوا للشيخ اهدى عليه شوية. قال لهم محدش يتدخل. ومرة واحدة الشيخ قال للفنان قول الاسم بسرعة. راح ناطق الفنان بصوت غريب ومرعب جدا وقال وفاق الفنان بخفة كبيرة في جسمه كأنه كان شايل تقل كبير. وبكده يا جماعة نكون خلصنا قصتنا النهاردة مع الفنان الكبير صلاح عبد الله في قصته لما حصل له مس ويتلبسوا جني. قصة مليانة بالأسرار والمواقف المرعبة جدا. يا رب القصة دي تكون عجبتكم واستفدتوا منها. ولو عندكم تجارب مشابهة أو أي تعليقات أخرى ما تنسوش تشاركوها معانا في التعليقات تحت. ولحد لما نشوفكم في فيديو جديد خلوا بالكم من نفسكم وما تنسوش تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام يا أصحابي. وما تنسوش الدنيا مليانة بالأسرار ومفيش حاجة اسمها مستحيل. عزازي